السلام عليكم. انا من امبارح عايز اسجل الفيديو ده، بس قلت اجل شويه يمكن الاقي تحليل ولا الاقي خبر ولا الاقي اي حاجه تقول ايه اللي عمله اتحاد الكوره في 4/2/2024. لسه ما زالت العشوائيه والعشوائيه هي الغالبه. قال لك مش هنستقيل واحنا متحملين المسؤوليه. ماشي. قال لك هنمشي روي فيتوريا، رغم ان المفترض اللي جابه يتحاسب على كميه اليوروهات والدولارات اللي اتصرفت، بس ماشي. احنا يا سيدي بلد غنية وما عندناش ازمة اقتصادية. ماشي. عيننا الكابتن علاء نبيل مدير فني للاتحاد. على اي اساس يا بيه؟ كابتن علاء نبيل مع المحبة والاحترام راجل عنده نجاحات في قطاع الناشئين في المقاولين وفي زد. هل عنده خطة لتطوير المدربين، خطة لتطوير الناشئين، خطة لتطوير المسابقات، خطة لأي حاجة؟ هل ناقشتوه في أي حاجة؟ الراجل قدم استقالته أو انتهى التعاقد مع زد امبارح، النهاردة اتعين. طب شفتوا حد غيره؟ طب ناقشتوا الناس في خطط؟ انتوا هدفكم ايه بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، بعد سنة حتى؟ ما اظنش. طيب، من كواليس العشوائية او زيادة في العشوائية تعيين الكابتن محمد يوسف كمدرب عام للمنتخب. على اي اساس يا بيه؟ طب انت عينت المدرب؟ طب انت عارف مين الكوتش بتاعك؟ هل هترجع كيروش؟ هل جبت دي صبر؟ هل هتجيب هيرفي رينار؟ هل هترجع كوبر؟ هل هتعين حسام حسن؟ مين؟ طب المدير الفني ده او الكوتش ده مش لازمه ان هو يجيب التيم بتاعه؟ طب لما يجي الكابتن محمد يوسف يتعين والكوتش يجي يقول لك لا ده مش متوافق معايا يا سيدي، ايه الحل؟ مين هيحاسب على الكلام ده كله؟ والله فانا من الاخر كده ده اللي توصلت له، ان احنا هنفضل في العشوائيه دي، يبقى ما نستبشرش خير، لا في الكوره ولا في مسابقات الكوره ولا في المنتخب، لا ناشئين ولا شباب ولا اولمبي ولا منتخب كبير. بس كده. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. عندنا فيديو عن الاهلي. لايك وشير واكسبلور وريتويت وكل حاجه على الكلام ده كله، فيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك ويوتيوب، كله كله كله. يلا سلام.